فاكر يوم ما الصحف العالمية كلها كانت بتتكلم عن اكتشاف ضخم في مصر؟ لا. طب تعالى أقولك على حاجة، بس اوعى تقول لحد، لأن اللي هتسمعه دلوقتي ممكن يغير نظرتك لمستقبل مصر تماماً. الموضوع بدأ من تقرير بسيط انتشر من كام يوم في وحدة أبحاث الطاقة اللي مقرها في واشنطن. تقرير شكله عادي جدا، بس لو دققت فيه هتلاقي إن فيه كنز مدفون. مش كنز ذهبي ولا آثار فرعونية، لا، ده كنز نووي. التقرير بيأكد إن مصر عندها احتياطي ضخم من مادة اسمها الثوريوم. يمكن دي أول مرة تسمع الكلمة دي، صح؟ بس خليني أقولك إن الثوريوم ده مش مجرد معدن نادر، ده ممكن يكون المفتاح لتغيير معادلة الطاقة في العالم كله. الثوريوم معدن مشع ونادر وأكتر أمانا من اليورانيوم، وبيستخدم في نوع متطور جدا من المفاعلات النووية اسمه مفاعلات الجيل الرابع. المفاعلات دي بتستخدم تكنولوجيا حديثة بتخليها أكفأ وأقل تلوث وأكتر أمان. في الفيديو ده هنعرف يعني إيه ثوريوم وإيه علاقته بمصر، وإزاي ممكن يحول بلدنا لقوة اقتصادية نووية، وإيه اللي منعنا من ده لحد دلوقتي. اقعد وركز علشان دي مش مجرد معلومات، دي قصة ممكن تغير مستقبلك انت شخصيا. ركز معانا في الفيديو وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعامل مع ناس كبار. ليه الثوريوم مهم لمصر؟ بس خليني أرجعك خطوة لورا. ليه الموضوع ده مهم؟ وليه الثوريوم بالتحديد ممكن يخلي مصر من أغنى دول العالم؟ حسب التقرير الأمريكي، واللي بيأكد عليه تقرير تاني صدر قبل كده من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 2019، مصر عندها ما لا يقل عن 380 ألف طن مؤكد من الثوريوم، ده غير 100 ألف طن محتملين، يعني بنتكلم عن حوالي 480 ألف طن. عارف ده يساوي كام؟ هقولك، بس استنى عليا. علشان تفهم حجم الكنز ده لازم تعرف إن الاحتياطي العالمي من الثوريوم بيتراوح ما بين 6.2 ل 7.5 مليون طن. يعني مصر لوحدها عندها ما يقارب 7% من احتياطي العالم كله. ده بيحطها في المركز الثالث عالمياً بعد الهند اللي عندها 846 ألف طن، والبرازيل 632 ألف طن، وبتسبق دول كبيرة زي استراليا وكندا وأمريكا. بس إيه الفرق؟ الفرق إن الهند بدأت تشتغل على المفاعلات دي، والبرازيل عندها خطط، ومصر لسه الموضوع في بدايته. ودي مش نقطة ضعف، لأ، دي فرصة ذهبية. فين الثوريوم في مصر؟ الرمال السوداء اللي في دلتا النيل، بالتحديد ما بين رشيد ودمياط، بتحتوي على ملايين الأطنان من معدن اسمه المونازيت، وده معدن بيحتوي جواه على الثوريوم بنسبة حوالي 5.1%. الدراسات بتقول إن الرمال دي لوحدها فيها 380 ألف طن ثوريوم، ونسبة الثوريوم في المونازيت بتتراوح بين 3% ل 10% حسب كل منطقة. الرمال السوداء دي مش بس في منطقة واحدة، دي منتشرة على طول الساحل الشمالي، وبالتحديد في 11 موقع مختلف زي البرولوس وبلطيم وبحيرة البردويل. وعندك كمان الصحراء الشرقية، خصوصاً منطقة أبو بكر. المنطقة دي غنية بالجرانيت اللي بيحتوي على عناصر نادرة زي الليثيوم والقصدير والتنجستين وكمان الثوريوم. والتقديرات الأولية بتقول إنها ممكن تحتوي على 100 ألف طن من الثوريوم، بس بسبب المساحة الشاسعة الرقم ده غالباً هيكون أكبر بكتير. يعني مش بس إحنا عندنا كنز، ده إحنا قاعدين فوق جبل دهب ومش واخدين بالنا. طيب ليه ما استغلناش الكنز ده؟ بس الأهم من ده كله، إحنا ليه لسه ما استغلناش الثوريوم ده صح؟ حالياً العالم كله بيتجه لفكرة الطاقة النظيفة، والكل عايز يسيب الفحم والبترول ويدور على بدائل، ودي بقى فرصتنا. مفاعلات الثوريوم النووية لسه تحت التطوير، بس لما تجهز وتنتشر الطلب على الثوريوم هينفجر، وساعتها إحنا اللي هنكون في الصدارة. تقرير في الهند بيقول إنهم بيخططوا يشتغلوا على أول مفاعل تجاري بالثوريوم، وده بحلول سنة 2030. بس خليني أقولك إن في أسباب كتير خلتنا نتأخر في استغلال الكنز ده. أول سبب هو قلة الاستثمار في البحث العلمي،
وخصوصاً في مجال المفاعلات النووية المتقدمة. عدد الباحثين المتخصصين في الطاقة النووية السلمية في مصر قليل جداً مقارنة بدول زي الهند والصين. تاني سبب إن الثوريوم مش معتمد تجارياً لحد دلوقتي، وده خلى التمويل المخصص ليه ضعيف جداً، لأن المستثمرين بيحبوا يضمنوا العائد. تالت سبب هو إن مصر لسه بتعتمد على مصادر تقليدية للطاقة زي الغاز الطبيعي والبترول، واللي بيغطوا نسبة كبيرة من استهلاكنا المحلي، وده غير البيروقراطية في مصر وصعوبة إصدار تراخيص لمشروعات نووية جديدة، واللي بيحتاج لتنسيق كبير بين أكتر من جهة. كمان لازم نعترف إن إنشاء مفاعل نووي بيحتاج ما لا يقل عن 8 ل 10 سنين، وتكلفة بتبدأ من مليار دولار، وده بيخلي أي قرار بخصوص الاستثمار في الثوريوم محتاج جرأة سياسية ورؤية طويلة المدى. مصر لو بدأت تتحرك دلوقتي ممكن خلال 5 سنين تكون على أول الطريق، وخلال 10 سنين تبقى في قلب المنافسة العالمية على سوق الطاقة النظيفة. مميزات الثوريوم مقارنة باليورانيوم. الثوريوم بيتميز بخصائص كتير بتخليه أفضل من اليورانيوم في استخدامات الطاقة النووية، وعلشان كده بيسموه وقود المستقبل. أولاً، الثوريوم أكتر وفرة في الطبيعة من اليورانيوم بحوالي 3 مرات. ثانياً، أكتر أماناً، لأن مفاعلات الثوريوم عندها قدرة على الإغلاق الذاتي في حالة الطوارئ، وده بيقلل احتمالية الكوارث النووية. ثالثاً، نفاياته الإشعاعية أقل بكتير، واللي بيتبقى منها بيعيش لفترات أقصر من نفايات اليورانيوم بنسبة تقليل بتوصل ل 60 و 90%. رابعاً، ما بيستخدمش بسهولة في تصنيع الأسلحة النووية بعكس اليورانيوم والبلوتونيوم، وده بيخليه مثالي للاستخدام السلمي. خامساً، كفاءته أعلى في إنتاج الطاقة لأنه بيدي حرارة أعلى وبيحتاج تبريد أقل، وده بيساعد على تقليل التكاليف. سادساً، ما بيحتاجش تخصيب زي اليورانيوم 235، وبالتالي ما بيكونش فيه نفس التحديات التكنولوجية والمخاطر السياسية. بعض الأبحاث بتقول إن كيلو ثوريوم ممكن ينتج طاقة تعادل 200 ضعف الطاقة اللي بينتجها نفس الكمية من الفحم، وده بيأكد إنه مصدر طاقة فائق الكفاءة. يعني من الآخر إحنا بنتكلم عن عنصر نظيف وفير وآمن واقتصادي، وده بالظبط اللي العالم بيدور عليه دلوقتي. طيب سعره قد إيه؟ سعر كيلو الثوريوم الخام حالياً حوالي $100. يعني لو قلنا إن عندنا 480 ألف طن، فده هيساوي 480 مليون كيلو في $100 لكل كيلو، فهيساوي 48 مليار دولار. لكن لما يدخل في المعالجة ويتحول لمركبات صناعية، الكيلو بيوصل ل $500، وساعتها بنتكلم على 480 مليون في 500 هيساوي 240 مليار دولار. ولما نعرف إن اليورانيوم كان في 2005 $50 للكيلو ودلوقتي وصل ل $130، نتخيل بوضوح إن سعر الثوريوم مرشح يقفز بنفس الطريقة بمجرد اعتماده، ده غير لو دخل في صناعات تكنولوجية أو تم تصديره كوقود نووي جاهز. الفرق ما بين سعر الخام والمركب بيوصل ل $400، يعني 5 أضعاف القيمة. استخدامات تانية للثوريوم. الثوريوم مش بس معدن نووي، ده عنصر أساسي لاستخدامات كتير في صناعات مختلفة، بعضها بيتم حالياً والبعض التاني تحت التطوير، وده اللي بيخليه عنصر استراتيجي. بيستخدم في تصنيع سبائك مقاومة للحرارة، وده مهم جداً في صناعة محركات الطائرات النفاثة والمفاعلات النووية نفسها. بيدخل في تصنيع عدسات الكاميرات والبصريات الدقيقة لأنه بيزود نقاء الزجاج وبيقلل من تشتت الضوء. ليه دور في الصناعات الفضائية بسبب قدرته على تحمل درجات الحرارة العالية. كمان بيدخل في إنتاج بعض أنواع الإلكترونيات الحساسة، وده لأن الثوريوم بيساعد في تحسين الأداء الكهربي لبعض الموصلات. بيستخدم في التطبيقات الطبية، خصوصاً في بعض أنواع أشعة العلاج الإشعاعي وفي تصنيع كواشف الإشعاع. في تجارب بتتعمل حالياً علشان يتم استخدام الثوريوم في توليد الكهرباء الحرارية من خلال خلايا حرارية، وده ممكن يفتح مجالات جديدة للطاقة المحمولة. معظم الاستخدامات دي لسه مش منتشرة على نطاق واسع، وده معناه إن مع أي تطور تكنولوجي الطلب على الثوريوم مش بس هيكون في الطاقة النووية، لكن كمان في التكنولوجيا والطب والفضاء. يعني مش بس طاقة نووية، ده عنصر أساسي في المستقبل الصناعي. تحديات قدامنا. التكنولوجيا لسه مش جاهزة بالكامل، مفيش مصانع معالجة كافية، لازم استثمارات ضخمة في البنية التحتية. إنشاء وحدة معالجة متكاملة للثوريوم ممكن يكلف من 300 ل 500 مليون دولار. لكن التحديات دي مش مستحيلة، بالعكس ممكن نحولها بخطة استراتيجية طويلة المدى، خصوصاً لو دخلنا في شراكات مع دول عندها الخبرة. ليه في أطراف مش عايزة مصر تنهض؟ علشان ببساطة طول ما احنا تحت رحمة القروض والدعم قراراتنا بتكون مرهونة، لكن أول ما يكون عندك كنز ب 240 مليار دولار محدش هيقدر يفرض عليك شروطه. في دول ممكن تشوف إن ده تهديد لنفوذها، خصوصاً في سوق الطاقة العالمي. سيناريو المستقبل.
مصر تبتدي تشتغل على مشاريع مشتركة مع دول عندها خبرة زي الهند أو الصين، نفتح مصانع لمعالجة السوريوم، نبدأ نبني مفاعلات الجيل الرابع، نصدر الطاقة والمعادن النادرة، وبكده نبقى مش بس دولة مستقلة، لأ، دولة بتلعب دور إقليمي ودولي قوي. في النهاية السوريوم مش بس معدن، ده كنز، والمستقبل هيكون من نصيب اللي يستغله الأول. ولو مصر بدأت دلوقتي، خلال 10 أو 15 سنة ممكن تكون من أقوى اقتصادات المنطقة. وده مش حلم، دي معادلة مدروسة. القرار في إيدينا. أنت شايف إن مصر فعلا تقدر تدخل السباق؟ قولي رأيك في الكومنتات، واستناني في حلقة تانية، لأن الحكاية لسه ما خلصتش. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي وانا حر، ولا تلومن الا انفسكم. عيب تتعامل مع ناس كبار.